بصوتها الحنون وكلماتها اللي بتمس القلب قدرت تبقى رمز للرومانسية والهدوء. نجاة الصغيرة مش مجرد مطربة، دي حالة فنية مميزة، وظهرت وسط عمالقة الغناء وفرضت نفسها بصوتها اللي شبه الهمس. يا ترى ليه اختارت تبعد؟ وليه رغم الغياب صوتها عايش جوانا؟ تعالوا نحكي حكاية نجاة الصغيرة وصوت الزمن الجميل اللي عمره ما راح. اتولدت نجاة محمد حسني البابا ووالدها من أصل دمشقي في 11 أغسطس 1938. ومن وهي طفلة كانوا بيقولوا عليها المعجزة، لأنها كانت بتغني لأم كلثوم من وهي عندها 5 سنين. والدها كان بيحب الفن جدا وساندها بكل قوته، وغنت نجاة قدام الجمهور وهي لسه في الابتدائية. والدها كان فاتح بيته للفنانين، وابنه عز الدين حسني كان ملحن موسيقي وكان بيعلم نجاة